مرحبا ويا هلا فيكن من جديد معي أنا فافو. فيديو اليوم رح نحضر سوا مانتي أو مانتي، وصفة من المطبخ الأرمني، أكلة كتير طيبة وبتشبه الشيشبارك اللي تعودنا نحضرها. كمان المطبخ التركي بيعمل أكلة المانتي بس مع فروقات بسيطة عن المطبخ الأرمني. رح خبركن عنها بالفيديو، فخلونا نبدأ. بداية رح نعمل العجينة، وهون حابة نوه انه عجينة المانتي هي نفسها يلي بنعملها للشيشبارك. عندي هون 3 كوب دقيق، ضفت عليهم نص معلقة صغيرة ملح، ربع كوب زيت نباتي، كوب وربع مي. تركتهم حوالي 5 دقايق بالعجانة لحتى حصلت على عجينة ناعمة ومتجانسة. غطيها بنايلون وتركيها نص ساعة بحرارة الغرفة لترتاح. بهالوقت رح نحضر اللحمة. عندي هون نصف كيلو لحم خروف، نسبة الدهون فيه 15%. فيكي تستبدليه بلحم بقر إذا بتحبي. ضفت عليه بصلة مبشورة حجم وسط، كمان ملح، فلفل، بهارات وقرفة. خلطتهم كتير منيح حتى تتوزع النكهات، وبعدها شكلت اللحم لكرات صغيرة مثل مو شايفين كيف حجمها، ورجعتهم على البراد لوقت الاستعمال. رشي دقيق فوق العجينة وتحتها وفرديها بالشوبك لتصير بسماكة ربع سنتيمتر تقريبا. قطعيها لمربعات متساوية. تشكيل المانتي كتير سهل. خدي مربع، حطي كرة من اللحمة بالمنتصف وسكري الأطراف على بعضهم مثل مو واضح. صفيهم بصينية الخبز. الطريقة التركية بتختلف عن الأرمنية بالتشكيل وبطريقة التحضير. هنن بيشكلوها بطريقة بيحطوا كرة اللحمة بالمنتصف وبيسكروا كل الزوايا على بعض مثل مو واضح، وبعدها بيسلقوا المانتي بمي مغلية مدة ربع ساعة، بيصفوها وبيحطوا لها الصوص الأحمر وصوص اللبن. شخصيا أنا بحب الطريقة الأرمنية أكتر لأنه بتنخبز بالفرن وبعدها بينحط عليها الصوص، فبحسها شوي اختلفت عن الشيشبارك اللي تعودنا نعمله. بعد ما خلصت تشكيل المانتي، خبزيه 40 دقيقة بالفرن على رف وسط حرارة 350 فهرنهايت، أو لتشوفيه استوى وصار ذهبي ومقرمش بهالشكل. صفيه بطبق التقديم، ضيفي عليه الصوص الأحمر يلي هو سنتوم مهروس مع حبة بصل صغيرة مفروم ناعم، قليهم بزيت نباتي. ضيفي عليهم معلقتين كبار رب البندورة، ملح، فلفل، بهار، نعناع يابس، وكوب مي. أنا ما صورت طريقة تحضير الصوص الأحمر لأنه نسيت بس راح أكتب لكم العيارات كلها بصندوق الوصف. آخر شي ضيفي صوص اللبن يلي هو لبن مع رشة ملح وسنتوم مهروس، وإذا اللبن سميك ضيفي له شوية مي. زيني الطبق برشة سماق وصنوبر محمص وبس. هالطبق مو بس شكله حلو، طعمه بياخد العقل. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفة اليوم، وبتمنى كمان انه تجربوها لانه متأكدة انه رح تعجبكم. لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك للقناة. بشوفكن قريبا بفيديو جديد ووصفة يمي يمي. باي باي.